دول تشكيلة مختلفة من المعجنات أو المخبوزات بس معمولين بعجينة واحدة. العجينة هشة وطرية جدا وطعمهم خطير، وينفعوا جدا للفطار أو العشاء، وكمان مناسبين جدا لللانش بوكس. 4 كوبايات ونص من الدقيق، عليهم نص معلقة صغيرة من الملح، 3 معالق كبار لبن بودر. هقلب المكونات الجافة مع بعض، وبعد كده عندي كوباية وربع من اللبن الدافي، هضيف عليهم معلقة كبيرة من الخميرة، معلقة كبيرة من السكر، وهقلبهم واغطيهم واسيبهم 5 دقايق. بعد كده هضيفهم على الدقيق، وهضيف معاهم بيضة، 3 معالق كبار من الزبدة الطرية، وهبدأ أعجن بإيدي كويس جدا لمدة 10 دقايق. وبعد كده هضيفها في طبق واغطيها واسيبها نص ساعة عشان تتخمر. بعد لما العجينة تتخمر هبدأ ان انا اقسمها لكور كده واغطيها واسيبها على جنب، وهاخد اول كورة هفردها بالطريقة دي، وهبدأ ان انا اشكلها علشان اعملها ميني بيتزا. شكلتها بالطريقة دي وهحطها في صينية مش مدهونة حاجة خالص، وهحط صلصة البيتزا وجبنة موزاريلا واي خضار متوفر عندنا. تاني شكل من المعجنات هبدأ ان انا اقسمهم لكور صغيرة، وهاخد كورة كورة افردها رفيع، وهبدأ ان انا الفها على قطعة من الهوت دوج، وكده ده تاني شكل. تالت شكل تقدروا تفردوه وتحشوه اي نوع من الجبنة وتعملوه بالطريقة دي وتلفوه، طعمه بيبقى خطير وحلو جدا. هضيفهم برضو في صينية مش مدهونة حاجة خالص، وعلى الوش هدهنهم بصفار بيض، عليها رشة من الفلفل الاسود وشوية من السمسم وحبة البركة. اول لما يطلعوا من الفرن بغطيهم عشان يفضلوا طريين، وطعمهم بيطلع خطير وحلوين جدا في الفطار. جربوهم بالطريقة دي، العجينة طرية وهشة جدا وطعمهم تحفة. لازم تجربوهم، متأكدة ان هي هتعجبكم، وبألف هنا.